طبعا انت كنت موجود في جيل الشباب اللي هو 2011، تمام. محمد صلاح والنني وعمر جابر، تمام. كابتن ضياء السيد طبعا. تمام. ممكن تقول لنا ايه عن محمد صلاح ما اتقالش قبل كده، يعني ما بينكم كعلاقات؟ وطبعا صلاح كان اعتقد كنت مع بعض برضه في المقاولين. كنا احنا في المقاولين، كان محمد صلاح والنني وعلي فتحي وانا وزيكا، وكنا كلنا طالعين مع بعض. حلو. ده محمد صلاح هو كان في الناشئين اصلا؟ كان من طالعين مع بعض من الناشئين من تحت. طيب محمد صلاح بقى في الناشئين كان ايه؟ انا ما حضرتش محمد صلاح في الناشئين قوي، لان انا رحت المقاولين كان عندي 18 سنه. ماشي. كان هو في الفريق الاول اوريدي. كان هو في الفريق الاول اوريدي، تمام. بالظبط. انا بعدها اتصعدت، كان هو علي فتحي والنني في الفريق الاول. تمام. بعدها انا اتصعدت معاهم. حلو. كان ايه آه، بقى محمد صلاح هو في الفريق الاول ما تصعد والله محمد صلاح يعني اللي عايز اقوله لك ان هو من اول يوم هو عنده طموح ملوش نهايه يعني، وبيشتغل على نفسه ومجتهد لابعد درجه يعني. تمام. بس هو كان حاطط يعني لا راسم طبعا، نفسه ما سيناريو اللي هو يوصل محدش هيبقى حاجه زي متخيل كده؟ اللي صلاح وصل له دلوقتي ده لا او يعني. بازل او كده، يعني انا بتكلم في الخطوه الاولانيه بتاعت بازل، لا وان هو هو كان يطلع بره وكده، ولا هو الاداره نفسها كانت شايفه ان انتوا لازم كلكم تسافروا؟ لا هو اصلا موضوع ان الناس تسافر وتطلع من نادي صغير، نادي المقاولين على نادي صغير مثلا، ويبدأ كخطوه، ما كانش موجود قبل صلاح. ما كانش موجود. ما كانش موجود. هو ايوه. جيل صلاح بعد منتخب الشباب وكاس منتخب العالم. الشباب اه. ولما راح المنتخب الاول وراح المنتخب الاولمبي مع كابتن هاني رمزي. بعدها راح بازل. مم. بس قبل كده ما كانش فيه التوجه ده يعني ان ان حد يسافر بره وكده. بالظبط. بعدها راح النني. وده بقى بدأ الناس تتكلم ان المقاولين بيطلع الناس بره وكده. بالظبط. طب ايه يعني اكتر موقف مثلا بينك وبين صلاح؟ مش فاكر والله مواقف معينة طب في بس. منتخب الشباب، من ناحية ايه بالظبط؟ موقف ما بينكم وبين بعض؟ مفيش والله. احنا مثلا يعني كان اقرب حد مين لصلاح اصلا في منتخب الشباب؟ اقرب حد لصلاح مم. آه، كان عمر جابر ولا؟ ممكن كان عمر جابر. ممكن كانت العلاقه بقى بينكم كلكم وبين بعض كان ايه؟ لا احنا مش عايز اقول لك الجيل ده اصلا ما شاء الله يعني. اه. من من كل واحد التالت في مكانه. امم. للاول. من حراس المرمى المهاجمين. كله كان لعيبه جامده. واللعيبه كلها في الوقت ده كان عندنا 19 سنه. وكان الناس كلها بتلعب اساسيين في الفريق الاول بتاعه. حلو. يعني انا لو قلت لك اصلا كنا مين، يعني لو قلت لك على كل مكان هتقول لي ازاي دول كانوا موجودين في نفس المكان امم. ودول ازاي كانوا في منتخب واحد. امم. يعني انت لو جيت مثلا كباك رايت كان احمد صبحي في انبي. اه كان لعيب كان جامد طالع جدا. طالعه. امم. ورامي ربيعه. اه. وكان عمر جابر. ايوه. انت متخيل؟ صلاح كان والنني قلوب وحسين وتحت. الدفاع كان حجازي وتاحه ومحمود علاء وانا. امم. باكات ليفت كان ايمن اشرف وحسين السيد وعلي فتحي. ايوه. الاجوان الشناوي وعواد. فانت متخيل؟ جيت في نص الملعب مانجا والنني ومحمد ابراهيم وصالح جمعه. امم. فانت صالح ده كان لعيب اه حكايه بصراحه. قدام محمد بس هو صلاح وكوكا وحمد زكي، حمد زكي. هو محمد حمد زكي طبعا. فانت مش عايز انسى حد يعني، بس امم. انت متخيل المنتخب عامل ازاي. طب دور كابتن ضياء السيد بقى لا كابتن ضياء والله كان يعني هو ما كانش بالنسبه لنا، ما كانش مدرب يعني، كان اب بالنسبه لنا اللعيبه كلها بتحبه. كان معاه كابتن تامر حسن برضو من الناس امم. المدربين الجامدين جدا، اللي مجتهدين اللي مش واخدين حقهم هنا في مصر برضو. امم. بس زي ما قلت لك كابتن ضياء كان قريب مننا قوي، ما بيعاملناش كمدرب. يعني اذكر لك برضو موقف، ان احنا كنا في جنوب افريقيا. حلو. وكنا بنلعب قبل النهائي وخسرنا. امم. كنا بنلعب الكاميرون. حلو. خسرنا ظلم الماتش ده. وصلنا لضربات جزاء مع الكاميرون، ولعبنا ضربات جزاء. الشناوي صد ضربتين جزاء والحكم يعيد تاني. يعيد تاني، كل ما صد واحده يا يعيدها نهار تاني. اسود. لحد ما خسرنا. اه. كان عندنا ماتش مع جنوب افريقيا. هنلاعب جنوب افريقيا صاحبة الارض. حلو. قبلها بيوم. طبعا ماتش هيصعدك، هتاخد تالت افريقيا وتصعد كاس عالم. صح كاس انت عالم. متخيل كم الضغط اللي احنا كنا فيه. اه. كابتن ضياء قال لنا بعد ما اتغدينا، قال لنا البسوا واطلعوا الاتوبيس. احنا مش عارفين احنا رايحين فين. مم. ف راح خدنا. رحنا مول. اه. مجمع كافيهات كده. قال لنا هنقعد هنا كل واحد يطلب الحاجه اللي هو عايزها. بس حلو. محدش يتحرك.
حلو. هنقعد مع بعض كده ساعه وبتاع ونرجع تاني. حلو، انا غير المود خالص اه يعني. بالظبط، ما انا مم. زي ما بقول لك كده كابتن ضياء برضو يعني ما كانش مش من المدربين اللي هم قافشين مم. ومتنشن والتركيز بالنسبه له تنشنه والكلام ده.